بتبدأ حكايتنا النهاردة في منطقة سيجو في طوكيو اللي بتبقى من أفضل المناطق في العالم، وبيبقى في المدينة دي قصر بيعيش فيه راجل أعمال غني جدا. وبنشوف قصر عائلة شيونجي واللي بيكون مليان بعدد كبير من الخدم غير أفراد الأسرة اللي بيتكونوا من 7 أخوات جمال جدا عايشين مع بعض. وبنشوف أرتا واللي بيبقى عنده 16 سنة قاعد مع أخوه شيون واللي عنده 15 سنة، وهما الاتنين دول بس الولاد من ال7 إخوات. وبيتكلم أرتا مع أخوه عن حياته العاطفية وإزاي قدر يرتبط بصاحبته يو. وبنعرف إن صاحبنا أرتا هيموت ويقابل شريكة حياته بس ابن فقرية وما بيكملش في أي علاقة، فبيرد عليه شيون بإنه ما عملش أي حاجة، مشى معاها على الخط والدنيا ظبطت معاه وخلاص. فبيتعصب أرتا وبيقول له ما تدخلني معاك على الخط والنبي يا عم شوف لي أي حاجة. فطبعا بيستغرب شيون من تصرفاته وبيقول له أنت واقع كده ليه يا عم، ما تمسك نفسك كده، أنا عارف إنك وريث العيلة ولازم تلاقي شريكة حياتك بس واحدة واحدة، وبعدين انت مش في بنت مرتبط بيها، قول لي كده ايه اللي حصل معاها يا فقري. فبيتكسف صاحبنا وشه بيقلب طماطم وبيقول انا لا معجب بيها ولا نيله، كل الموضوع ان شفت شكلها حلوه وعجبتني. فبيرد عليه شينو وبيقول له انت عيل وش فقر يالا وما بيعجبكش العجب. وبيقول له ان واد لقطه لانه وارث عيله شيونج يعني اغنى اغنياء البلد ويقدر يختار البنت اللي نفسه فيها. وده طبعا غير انه وسيم، بس بنعرف ان صاحبنا ارتا ما بيهتمش بالماديات وبيقول ان كل حاجه اسمه ونصيب وكل حاجه مكتوبه له. وطبعا في الوقت ده بيجي اخواته البنات واللي بيبداوا يغلسوا عليه وبيقول لهم انتوا بتتكلموا في ايه يا وليه، انتوا وهي اكيد بتقولوا حاجه مش تمام. وبنتعرف على اخواتهم البنات وهي اوكا واللي عندها 16 سنه وسيها 17 سنه ومينامي 15 سنه وبنري وهي الاكبر وعندها 18 سنه، وطبعا مش هننسى الاخت الصغيره كوتو وعندها 14 سنه. وبيفضلوا يهزروا مع بعض وبيمسكوا ارتا تريقه وبتقول له اوكا انت اكيد كنت بتسال شيون عن حاجات مش تمام بخصوص البنات يا لئيم. فبينصدم منها ارتا وبيدخل معاهم شيون في التريقه بدل ما يتريقوا عليه هو كمان ويعملوا معاه الجلاشه، فبينصدم ارتا يعني وبينفجر في اوكا. فبتتضايق منه طبعا وقتها وبتخلي الكلب بتاعها يعضه من التوته بتاعته. وبيضحك الكل على اللي بيحصل وبنعرف ان ده هو الروتين الصباحي بتاع كل يوم. وبيستعدوا بعد كده علشان يروحوا للمدرسة، وفي طريقهم بنعرف ان الاخوات دول كلهم مشهورين في المدينة، وطبعا كل الشباب عينهم على البنات المزز دول، وبنعرف كمان ان كل واحدة منهم ليها نادي معجبين خاص بيها. وطبعا كل الشباب بيحسدوا شيون وارتا علشان عايشين مع ال5 مزز دول في نفس البيت لوحدهم. وبنعرف ان ارتا بيتضايق جدا من كلام الناس عليهم ان هو وشيون عايشين مع اجمل بنات في المدينة، وبيبقى عاوز يفهم الكل ان عايش في جحيم مع ال5 متنمرين دول، بس اخواته بقى هيعمل فيهم ايه. فبيقول له شون ان الناس ملهاش غير المنظر ومش عارفين احنا عايشين ازاي يا اخويا. فبيقول له ارتا عندك حق يا شون، والله دول بيضربونا وما نعرفش نرد عليهم عشان دايما ابونا في صفهم، ده مرار يا ابني والله. فبيبتسم شيون وقتها وبيقول له عندك حق يا اخويا يا كبير، والله فعلا انا ياما عانيت من الموضوع ده كتير. وبيتكلموا بعد كده عن اخواتهم قد ايه هم رائعين وكل واحده فيهم مميزه جدا ولها طموحات مدهشه، زي بنيرة مثلا وهي الكبيرة وهي في سنة أولى من كلية في أرقى الجامعات في البلد وبتدرس في كلية التمريض، ده غير سها وهي الأخت التانية الأكبر في العيلة واللي في سنة تالتة ثانوي، وتقدر تقول عليها كده عبقرية وبتجيب أعلى درجات في المدرسة، ده غير إنها رئيسة نادي العلوم وطبعا أشهر شخصيات المدرسة. ومعانا أوكا واللي تعتبر توأم أرتا وعندها 16 سنة وهي في الصف التاني الثانوي، وهي رياضية ممتازة ونجمة فريق السباحة وجري المدارات في المدرسة كلها، وممتازة في كل حاجة لدرجة انها مترشحة علشان تبقى رئيسة مجلس الطلاب. وبعد كده في مينامي وهي رياضية ممتازة وكسبت بطولات التنس اكتر من مرة ورا بعض لدرجة انها بقت مرشحة علشان تبقى بطلة اولمبياد في المستقبل، ده غير انها لها شعبية كبيرة جدا بين البنات. واخيرا بيبقى معانا كوتو وهي الاصغر في الاخوات دول وهي في الصف الثالث الاعدادي، وطبعا بسبب مظهرها الرقيق والخجول بتخلي الكل خايف عليها دايما وعاوزين يحموها من اي حاجة. وبنعرف بعد كده ان كوتو عندها حاجة غريبة وهي انها بتحب بمشاعر غريبة ناحية اخوها ارتا، بس ارتا مش بيهتم بالكلام ده لانها لسه طفلة ومش عارفة حقيقة مشاعرها. وفي الوقت ده بنشوف ارتا وشيون وهم واقفين في الشباك وبتعدي البنت اللي ارتا معجب بيها وهيموت ويكلمها، فبيقول له شيون يا ابني اتلحلح شوية والحق البنت قبل ما تضيع منك، بس بيتكسف ارتا وما بيتلحلحش خالص، بس بيروح البيت وبيفضل يفكر في البنت دي وبيبقى عاوز يبعت لها اد على صفحتها بس بيخاف تديله على عينه. وبتدخل عليه اوكا في لحظتها وبتطلب منه يوريها ملخصاته الدراسية علشان تذاكر منها، فبيساعدها في المذاكرة وبتبقى مندهشة خالص بسبب تنظيمه المميز للملخصات بتاعته. وبيفضلوا يذاكروا شوية بس فجأة بتسأله اوكا عن البنت اللي معجب بيها، فبيحاول ينكر وقتها بس بتقول له ان شيون قال لها كل حاجه، فبيتكسف الاهبل وبيقر لها بكل حاجه وبيعترف لها باسم البنت كمان. وبالصدفه بتطلع البنت دي زميله اوكا، ده غير انها معاها في لجنه الامتحانات، وبتبقى عاوزه تتواصل معاها وتخليهم يجتمعوا مع بعض وتساعد اخوها ان هو يقرب منها، بس بيمنعها ارتا وبيقول لها ما تتدخلش في الموضوع ده وانه يهتم بنفسه في الموضوع ده بالذات. فبتتضايق منه اوكا وبتقول له انا غلطانه والله ان عبرتك اساسا وولع في نفسك، وبتسيبه في الوقت ده وبتطلع الاوضه بتاعتها.
وفي اليوم التاني بيروح صاحبنا أرطى للمدرسة بتاعته، وفي طريقه للبيت بيفضل يفكر وهو ماشي يا ترى ايه اللي كان هيحصل في حياته لو هو مش اخو الخمسة دول. بس بياخد الصدمة لما بيلاقي البنت اللي معجب بيها عندها حبيب وبتقابله قدامه، فبيفضل واقف مبلم من الصدمة يا عيني. بس بيطلع واد جدع وبيعدي الصدمة، وبالليل بيستعدوا لعيد ميلاد أختهم الصغيرة، وبيتجمع كل الإخوات بعد كده في قاعة المنزل علشان يحتفلوا بعيد ميلاد أختهم. وبيجي بعد كده والدهم يحتفل معاهم، بس بيقرر فجأة إنه يقول لهم على سر خطير، وهو إن كلهم إخوات في التبني. فبيتصدم جميع الإخوات وبيحاولوا يفهموا من والدهم يا ترى إيه اللي هو بيقوله ده، بس طبعا مع الوقت بيتقبلوا الوضع وبيقعدوا يتكلموا مع بعض. وبتقول لهم اختهم الكبيره في وقتها ان اللي حصل ده مش هيغير بينهم حاجه وانهم هيفضلوا اخوات للابد. وبيطلع الكل لاوضهم وقتها علشان يرتاحوا بعد اللي حصل النهارده ده. وبيفضل يفكر ارتا في اللي حصل، وبيفكر يروح ياخد دش علشان يرتاح شويه، بس بينصدم اول ما بيدخل علشان بيلاقي اخته الصغيره وهي بتاخد شاور في الحمام. وبيبقى في الوقت ده شيون واوكا بيتكلموا مع بعض عن وضعهم وايه لعبهم المميز في فكره انهم اخوات في التبني. فبيضحك شيون معاها في وقتها وبيقول لها ان من المميز ان احنا ننفع لبعض دلوقتي. فبتبص له اوكا باستغراب وقتها وبتقول له انت ايه القرف اللي انت بتقوله ده يا عم انت. وبتساله بعد كده عن ارتا وبتقول له انها ملاحظه تصرفاته غريبه الفتره دي، وبالذات لما الموضوع بيجي حوالين اختهم الصغيره كوتو. فبيقول لها ان في سر في الموضوع، بس ارتا محلفني ان انا ما اجيبش سيره لاي حد اطلاقا. فطبعا الفضول بياخدها وبتصر على ان هو يقول لها السر، لحد ما بيضعف شيون وبيقول لها ان كوتو اعترفت لارتا انها معجبه بيه وبتحبه. فبتتصدم اوكا وبتساله على رد فعل ارتا، فبيقول لها ان رد فعله كان زيها كده بالظبط، ورفض كلام كوتو وفهمها انهم اخوات فما ينفعش الكلام ده، وطبعا في فرق كبير بين مشاعر الحب والاحترام والتقدير. وفي الوقت ده بيبقى ارتا لسه في الحمام مع كوتو، وبتوقفه كوتو من تاني وبتعترف له بحبها للمره التانيه بعد ما عرفت انهم مش اخوات. بس بينصدم ارتا وبيرد عليها نفس الرد، وهو انهم هيفضلوا اخوات للابد مهما حصل، وانها تفضل في نظره اخته الصغيره اللطيفه اللي بيحبها. فبتزعل كوتو من تاني، بس بتروح تكمل شاورها، وفي الوقت ده بيتسلل ارتا علشان يرجع للغرفه من تاني. بس بنلاحظ وقتها ان كان في حد بيراقبه من بعيد. وبتروح الاخت الكبيره عند والدها علشان تتكلم معاه بخصوص انهم مش اخوات، وبيبقى ارتا رايح للغرفه بتاعته، بس اول ما بيدخل بيتفاجئ بان اخته سيها قاعده في الاوضه ومستنياه. وبيتفاجئ طبعا بوجودها عنده، فبيسألها عن سبب وجودها هنا وازاي دخلت الأوضة من غير ما تستأذنه أساسا. فبتقول له هو انت قلقان كده ليه؟ هو انت مخبي حاجة غلط في الأوضة ولا ايه؟ وبتسأله سيها عن المكان اللي كان موجود فيه من شوية، فبيتوتر أرتا وبيحاور عليها وبيقول لها انه كان بيتمشى شوية ورجع. وطبعا ما بيخشش عليها الكلام ده، فبتقول له انت جاي دلوقتي تستكشف البيت، انت هتشتغلني يالا ولا ايه؟ وبتعرفه انها عارفة انه كان في الحمام دلوقتي ولسه راجع من هناك. بس بتغير الموضوع في اللحظة دي وبتقول له ان اوضتك اصغر اوضة في الاوض كلها، بس دايما بتبان انها الاكبر، وده بسبب تنظيمك الممتاز للحاجة اللي فيها. فبيرد عليها وبيقول لها ايوه انا فاكر لما ضحكتوا عليا في اللعبة وخليتوني اخد اصغر اوضة فيكو. وبيستغرب ارتا كل المواضيع اللي بتتفتح دي، وبيقول لها انها اكيد مش جايه تتكلم معاه في الهبل ده. فبيفتكر انها ممكن تكون جايه تتكلم معاه في موضوع التبني اللي لسه عارفينه من شويه، بس بتقرب منه سيها بطريقه غريبه شويتين تلاتة. وبيتوتر ارتا تماما وبيقول لها انت بتعملي ايه يا غبيه؟ فبتقول له اهدى انا كنت عايز اختبر حاجه بس. وبنلاقي انها بتقرب ودنها من صدره وبتسمع صوت دقات قلبه، وبيبقى الواد يا عينه وشه زي الطماطمايه بالظبط. بس بترد عليه فجاه وبتقول لها انها اطمنت دلوقتي انه كله تمام، وانها لسه شايفاهم زي اخواتها مش بنات عاديه يعني وخلاص. وبتقول له انها شافته مع كوتو في الحمام علشان كده كانت قلقانه شويه، بس اطمنت دلوقتي لما سمعت ردك على طلب كوتو منك. وبتعرفه انها كانت سامعه كل حاجه من البدايه، وانها كانت بتراقبه من بعيد. وبعد كده بتقوم وبتقول له بقول لك ايه يا ده، انت تتصرف معايا بادب بعد كده، انا اختك الكبيره انت فاهم ولا لا؟ وبتطلع بره الاوضه وبتسيبه. وفي صباح اليوم التاني بيستعد ارتا علشان يروح للمدرسه، وبيلاقي اخته الكبيره وهي بتجرب الملابس الجديده بتاعتها كممرضه، والبنت بتبقى باينه انها جامده جدا في الطقم ده. وبنشوف الاخوه وهم رايحين للمدرسه، وكالعاده بنشوف الناس في الشارع وهم معجبين بجمال اخواته البنات. وبيتكلم وقتها شيون وارتا عن موضوع التبني ده، وبيسأل شيون ارتا رأي الناس لو عارف انهم مش اخوات وانهم اشقاء في التبني بس هيكون ايه. وبيعدي اليوم بعد كده عادي، وبيجهز ارتا نفسه علشان يروح من المدرسة، بس بيقابل مينام المرة دي واللي بتبقى اخدت اجازة من التدريب لأول مرة من فترة طويلة. فبيقول لها ارتا انها لازم تستمتع باليوم ده وما تخلوش يضيع عليها على الفاضي. وبيفهم منها بعد كده انها رسبت في الامتحان علشان كده اداها المدرب اجازة علشان تركز شوية في الدراسة. وبيقترح عليها انه يساعدها في الدراسة بما انه اخوها الكبيرة وفعلا بياخدها لغرفة الغناء. وبيبدأ وقتها يشرح لها الرياضات، بس بنلاحظ ان عندها فرط حركة باين او كهرباء زيادة تقريبا، بس بتبان قدامه انها مركزة، وبيفضل ارتا يشرح لها كل المسائل، وطبعا هي بتشغل نفسها بأي حاجة. وبعد كده بيديها مجموعة من الأسئلة علشان تحلها، بس بينصدم بعد كده لما بتحل كل الأسئلة غلط.
فبيستغرب وبيقول لها يا ترى انت قدرت ازاي توصلي للمستوى ده. وبنعرف في اللحظة دي ان مينامي ممتازة في الرياضة زي التنس بالظبط، بس بتكون من افشل الشخصيات في المذاكرة، وده طبعا على عكس طبعه هو وباقي اخواته. وفي الوقت ده بتزهق مينامي من المذاكرة وبتفضل تغني وتلعب في الغرفة. وبيستمتع ارتا بغناها واللي بتحكي في اغنيتها عن حياتها وانها دايما بتحب الالعاب والاستمتاع بس بتكره المذاكرة. وبعد ما بيخلصوا غنى بيستعدوا علشان يروحوا، بس بيقابل ارتا في اللحظة دي البنت اللي معجب بيها وهي وحبيبها قدام الغرفة. فبيستخبى ارتا على طول علشان كده بتلاحظ مينامي اللي حصل، وفي الطريق بتحاول تهون عليه وتهزر معاه كالعادة، وبتعرفه ان النهارده كان يوم ممتع جدا بالنسبة لها. فبيقول لها ايوه يا اختي، ما انت ضيعت اليوم كله في اللعب بدل المذاكرة وما عملتش اي حاجة مفيدة. وبتتكلم بعد كده عن موضوع التبني ده، فبيسألها ارتا لو ممكن يكون ابوهم بيكذب عليهم. فبترد عليه ان ده مش منطقي لان مفيش اي سبب يخلي ابوهم يعمل كده فيهم اساسا، بس اكيد هي عندها اسئله كتير عاوزه تسالها له زي مين اهلها الحقيقيين مثلا. وبتقول له ان الموضوع ده مش هيغير حقيقتهم ابدا، وانهم هيفضلوا اخوات وحبايب على طول وفي ظهر بعض. وبتقول له ان اللي قالها في الموضوع ده كله هي كوتو لانها الاصغر في السن بينهم، وانها حساسه جدا، بس فجاه بتغير الموضوع بطريقه غريبه. وبتقول له انه ما يزعلش نفسه ابدا مهما حصل حتى لو لقى البنت اللي معجب بيها مع شخص تاني. فبيتصدم ارتا في الوقت ده انها عرفت، فبتقول له انت هتهزر معايا ولا ايه يلا. وبتعرفه وقتها ان اوكا هي اللي قالت لها، فبيتعصب منها جدا وبيحلف انه يقدرها على الكلام اللي طلع منها ده. وفي صباح اليوم التاني بيصحى ارتا وبيروح يغسل سنانه ويروق على حاله علشان يروح المدرسة. واول لما بيفتح باب اوضته بيقابل اخته الصغيرة كوتا واللي بيرمي عليها السلام، بس بتبقى محرجة جدا من اخر موقف حصل بينهم. فبيصبح ارتا عليها وبتمشي كوتا على طول، وبيبقى ارتا مبسوط ان كوتا رجعت تتصرف بطبيعتها، وبيفتكر انها كده اقتنعت بكلامه وانهم اخوات خلاص ومفيش اي حاجة ما بينهم. بس بتظهر سيا من جنبها فجأة وبتقول له انت بتعمل ايه يا واد، اوعى تكون شارد في التفكير زي الاطفال كده. فبيتخض منها وبيقول لها مش تكحي يا بنت انت ولا تعملي اي حاجه، انت بتظهري فجاه كده ليه؟ فبتقول له اتكلم عادل يالا انت، ده انا اختك الكبيره، وبتصبح عليه وبتساله لو مشكلتك مع كوتا لسه مأثره عليه. فبيطمنها انه تمام واكيد الوضع هيتحسن اكتر مع الوقت. وبتيجي بعد كده مينامي البنت المليانه بالطاقه والحماس وبتبقى عامله زي فرقع لوز وسطهم. فبيقول لها ارتا انت مهيبره كده ليه يا بنت انت من الصبح؟ فبتفهمه انها كانت بتلعب لعبه قتاليه من شويه علشان كده لسه متاثره بجمدانها. وبيروحوا بعد كده المدرسه وبيقابل ارتا في الطريق بتاعه البنت اللي معجب بيها واقفه مع صديقتها، بس بتمشي وبتدخل الفصل قدامه، وارتا طبعا كالعاده بيبقى واقف مبلم. فبتيجي اوكا من وراه فجاه وبتقول له انت هتجلطني يا عم الحبيب الصامت انت ولا ايه؟ هو انت جربت قبل كده تقول لها انك بتحبها؟ فبيرد عليها بكل غباء وبيقول لها هو انا هقول لها كده ليه اساسا؟ وبعدين ده عندها حبيب اصلا. فبتتصدم اوكا وبتقول له بجد انا اول مره اعرف. وبيصعب عليها ارتا وبتقول له انت غلبان يا ابني والله وحظك فقري، وكمان اترفضت قبل ما تقول اللي جواك. وفي وقتها بينده على اوكا البنات زمايلها، فبتودع اخوها وبتطلع تجري. وبنشوف اوكا وهي بتتكلم مع اصدقائها عن رحلتها بكره لحديقه البحر، وده علشان عيد ميلاد اختها الصغيره كوتا. وبيبقى اصحابها بيحسدوها علشان هتروح هناك، وفي نفس الوقت بيحسدوا ارتا علشان عنده اصحاب كتير ومعاه على طول. وبيتمنى لو يقدر يقول للناس عن شخصيه اوكا الحقيقيه اللي بتتعامل معاه بيها في البيت، بس ساعتها اكيد لازم يهرب بره البلد عشان هي ممكن تقتله. وبنلاقي اصدقاء اوكا بيتكلموا عن ارتا وبيقول ان هو اخوها وسيم جدا واسلوبه مختلف تماما عن كل اخواته، وانه ليه هبه كده حاجه جامده خالص عن بقيه اخواته. وبيتصدم اوكا لما بيلاقي البنات كلها معجبين بارتا الكحيان وعاوزين يوعدوه. فبتتصدم اوكا وبتقول لهم ايه اللي انتوا بتقولوه ده ما بيعرفش يتكلم كلمتين على بعض مع البنات، ده غير انه ممل جدا وعنده جانب حذري في كل تصرفاته وملاحظاته الدراسيه بطريقه غريبه ومدهشه. وبتسرح في التفكير مع نفسها عن كل الحاجات اللي بتطلعها عيوب في ارتا وهي مميزات جامده اساسا. وبيبقى البنات مش فاهمين رد فعلها الاوفر ده، بس بيسكتوا وبيروحوا مع بعض للفصل. وبنرجع لارتا وهو زي ما هو بيفكر مع نفسه، بس بيقول انهم هيروحوا بكره للبحر، وبيكون قلقان لا يحصل مشكله هناك، والواد بيبقى متشائم يا عيني بسبب حظه الفقري. وفي اليوم التاني بتروح العائله الجميله دي للحديقه، وبيبقى كلهم متحمسين للرحله الممتعه دي. وبيبدا الكل في الاستمتاع، وبتروح اختهم الكبيره علشان تشتري لهم الطعام وبيروح معاها ارتا، بس لما بيرجعوا بالاكل ما بيلاقوش اخواتهم في المكان اللي كانوا فيه. فبيتضايق ارتا منهم كالعاده وبتهدي اخته وبتقول له انها هتلاقيهم على طول اكيد. وبيقعدوا على جنب ويفضلوا يتصلوا بيهم واحد ورا التاني، بس مفيش اي رد فعل للاسف. فبيفهم ارتا انهم مع بعض باين في نفس اللعبه، وبتحاول اخته تفك وبتقول له انهم ما خرجوش مع بعض من زمان لوحدهم، وعلشان كده لازم يستغلوا اللحظه دي ويستمتعوا براحتهم. فبيقول لها ارتا هو ده وقته يا بنتي، بس بتبقى متحمسه جدا وبتقول له ما يقلقش اكيد هيقابلوا الباقي وهم بيلفوا في المكان هنا. وبتفضل بانر تضايق في ارتا وبتغلس عليه كالعاده كنوع من الهزار، وبيتعصب منها وبيقلب وش طماطم طول الوقت وبتفضل تضحك عليه على طول. وفي نفس الوقت بيبقوا بيدوروا على اخواتهم في كل مكان بس مش بيلاقوهم خالص.
وبيقرروا هما كمان يستمتعوا بوقتهم في المكان هنا ويركبوا القطر، وبدر بتكون مستمتعة جدا بيه. بس الواد قرطة بيبقى مرعوب منه يا عيني، وبيفضل كل شوية يرن على اخواته بس من غير اي فايدة. وبنشوفهم بيستمتعوا بالالعاب هما كمان لحد ما بياخد باله شيون من التليفون وبيعرف يوصلوا لبعض اخيرا، بس بيعرفوا وقتها ان هما بعيد عن بعض جدا. فبيكمل الاخوات الاستمتاع بالالعاب، وفي نفس الوقت بيكمل قرطة وبنري استمتاع بوقتهم هما كمان. وبتقول بنري القرطة انها ما تخيلتش انها ممكن ما يقابلوش اخواتها بعد كل اللف اللي هم لفوه ده. فبيقترح عليها انه يرن عليهم تاني، بس بتقول له يا عم فكك وسيبهم يستمتعوا خلاص. وهم كمان بيستمتعوا بالاكل اللي معاهم، وبيسالها قرطة عن الكلام اللي قاله ابوهم ليهم، واللي قرطة نفسه ما بيكونش مقتنع بالكلام ده وبيقول اكيد دي خدعه من ابونا. فبتقول له انها اتفاجئت في الاول بس عادي بتحاول تتاقلم مع الوقت، وبتساله لو في حاجه مضايقاه اليومين دول. فبيفكر في موضوعه مع اخته كوتو، بس بيبقى مش قادر يقول لها علشان ما يضايقش كوتو، بس بيقول لها على حاجه بسيطه من اللي حاسس بيها، وانه زعلان بسبب الخبر اللي قاله والدهم، وانه بيتمنى انهم يفضلوا اخوات للابد. فبتفرح بنري بكلامه وبتقول له انت عسل والله يا واد. وبيفتكروا لما كانوا صغيرين واوكا بتضربه وكان بيجي جري على بنري علشان يشتكي لها وبتطبطب عليه. وبتقول له ان هما يفضلوا دايما اخواته الصغيرين وهتحافظ عليهم مهما حصل. وبتطمنه ان هما يفضلوا اخوات ويحبوا بعض للابد. فبيطمن ارتا بكلامه مع بانري اللي كانت بتحبه وبتدافع عنه على طول. وفي الوقت ده بتبقى في بنت صغيره ماشيه بالعصير في ايدها وبيقع منها فجاه وهينزل خلاص على بانري. فبيتحرك ارتا بسرعه وبياخد الحاجه عليه بدل ما تنزل على اخته. واد جنتل جنتل يعني مش اي كلام. فبينصدم الكل من اللي بيحصل وبتعتذر للبنت الصغيره. فبيبتسم لها ارتا وبيقول لها ان كله تمام، وبتساله لو اتعور ولا حاجه. فبيطمن البنت وبيقول لها انه بخير. وبتقوم بنر بسرعه علشان تساعد اخوها، بس بيبقى خلاص اتغرق خلاص. وبيقول لها انه هيحميها دايما بما ان اخوها الصغير. وبتبقى بنر سعيده جدا بما ان اخوها الصغير كبر وعقل. وفي اللحظه دي بيجي كل اخواتها الباقيين، وبيستغرب اوكا وباقي الاخوات من منظر ارتا وهو ليه متبهدل كده. فبيفهمهم ان ده بسبب موقف غريب حصل له، بس بيتريقوا عليه كالعاده وبيقولوا له انت شكلك نزلت البحر من غيرنا ولا ايه. وبيبقوا قلقانين عليه فبيطمنهم وبيقول لهم انه بخير وبيكمل الالعاب في النادي. وفي الطريق بتبقى بنر متحمسه جدا وبتطلب من ارتا انها تمسك ايده وهم بيجروا وبيكونوا سعداء على الاخر. وبيفضلوا يستمتعوا طول اليوم لحد ما بيحل الليل. وبتبقى الاضاءه بتاعه المكان مدهشه بسبب الانوار. وبتتحمس اوكا والبنات انهم يتصوروا. وفي الوقت ده بيروح ارتا وشيون وكوتا للحمامات، بس بتقول سيها لباقي اخواتها ان في حاجه مهمه عاوزه تتكلم فيها معاهم. وبتقول لهم اللي حصل بين كوتا وارتا. فبيتصدم البنات بس بيبقوا مش مصدقين وبيسالوها متاكده من الكلام ده ولا لا. فبتقول لهم انها شافتهم وهم بيتكلموا، ده غير انها اتاكدت من الواد ارتا واكد كلامها فعلا. فبتسال البنات سيها عن رد فعل ارتا. فبتقول لهم انه كان طبيعي وقال لها انهم اخوات مش اكتر. وبتقول لهم سيها انها بتقول لهم دلوقتي علشان يلاقوا حل للمشكله دي بدل ما ارتا تعب نفسه في التفكير فيها طول الوقت. بس بتقول لهم بدري انها شايفه كوتو طفله ومش فاهمه هي بتعمل ايه لحد دلوقتي. وبتتفق سيها معاه وبتقول لها ان دي اكيد مجرد هرمونات وهتروح لحالها قريب. وبتبقى البنات قلقانه من تفكير كوتا اكتر بعد ما عرفوا انهم مش اخوات وانهم متبنيين. فبتقول لها بنري انها راحت اتكلمت مع والدهم بنفسها في الموضوع ده برضه، بس هو كمان للاسف لسه مش قادر يستوعب اللي بيحصل لحد دلوقتي. فبياخد الفضول باقي البنات وبيسالوها اتكلمت معاه في ايه بالظبط. فبتقول لهم عادي انا سالته بس انا اهلي مين، بس للاسف بما انهم يتامى فاهلهم الحقيقيين مش معروفين اساسا. بس بتقول لهم ان المهم دلوقتي لازم يشوفوا حل الموضوع كوتا ده الاول، علشان حرام كده الواد ارتا بيتعذب في الموضوع ده لوحده. وبيقرروا انهم يراقبوا الوضع مع بعض بالدور. وبيجي كده ارتا وشيون وكوتا وبيسألوهم بيتكلموا في ايه كده. فبيقول لهم بنري انهم بيتفقدوا الخريطة علشان يشوفوا هيلعبوا في ايه تاني النهاردة. وبيرجع لهم الحماس من تاني وبيروحوا مع بعض البيت الاشباح بعد كده. وبيكونوا سعداء جدا وبيقرروا يرجعوا للبيت بعد ما خلصوا خلاص. وبيسألوا كوتا لو هي كانت سعادة النهاردة بما ان النهاردة عيد ميلادها في الاصل. فبيبان عليها الفرح وبتشكرهم على طول. بس بيبقى ارتا تعب من كتر اللف طول اليوم وهيموت ويروح عشان يرتاح. بس بيبقى فرحان ان كوتا هادية طول اليوم وبتتصرف طبيعي النهاردة. وبيتوقع ان اللي حصل ده لما ابوهم قال لهم الحقيقة شوشهم كلهم خالص. فاكيد ده السبب اللي خلاها تفكر كده. بس بيفكر ارتا مع نفسه انهم افضل اخوات في الدنيا وانهم اكيد هيفضلوا كده على طول. وبما انه هو الوارث للعائلة فلازم يحافظ على اخواته الرابطة بينهم باي طريقة. وفي اللحظة دي بتظهر الألعاب النارية في السماء وبيبقى منظرها جميل جدا. وبيكون الإخوات كلهم مستمتعين بيها وبمنظرها المدهش. وبس كده يا أبطال، ده تلخيص أول 3 حلقات من الأنمي. وإن شاء الله أول ما ينزل حلقات جديدة هنزلها لكم على طول. وأنا بتمنى إن الملخص يكون عجبكم. فما تنساش بقى اللايك الرايق بتاعك والكومنت الجميل. وطبعا لو ما انتش مشترك في القناة أنا مش عارف انت مستني ايه بعد العظمة اللي انت سمعتها دي. انزل اشترك يلا حالا. وبس كده ما طولش عليكم واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.